أصدقائي المشاهدين، مع هذه الكأس الغالية، مباراة الديربي القاهري، مباراة فينال الشامبيونز ليج، مباراة التاريخ كتب لها أن تحسم في الخواتيم كما حسم السوبر في 94 بهدف قاتل من أيمن منصور. هكذا هو الأهلي لا ينسى، وهكذا هي الكورة، يوما تساء ويوما تصر. في 94 أيمن منصور سجل في الدقيقة 84 الهدف القاتل في السوبر. اليوم وبعد 26 سنة أفشة يخطف ويسجل أغلى الأهداف. انتصر الأهلي على الزمالك 102 مباراة، ولكن حتما هذا هو الأغلى. سجل الأهلي 345 جول، ولكن حتما هدف أفشة هو الأغلى والأحلى. كورة 2-1، أي نهائي، أي أندية، أي مستوى عالي. لغة الأهداف وطريقة التسجيل وهدف شيكابالا ثم أفشة يعطيك فكرة على القيمة الفنية لديربي القاهرة في نهائي دوري الأبطال. علي يحقق الحلم، معلول يظفر بذهبيته الأولى، فرجاني يخسر نهائي الشامبيونز، أفشة، أيمن أشرف وفريق الرئيس الخطيب والمدرب الرائع بيتسو يخطف الأضواء ويحقق اللقب الغالي. 4 محاولات على المرمى من كل جانب، الخامسة الأخيرة من النادي الأهلي فصلت الأمر وحسمت اللقب وجعلت الشحات على جبين كأس غالية قبلة على كأس إفريقيا للأبطال. المسابقة التي تحققت في 64 للمرة الأولى من أوريكس الدول الكامروني، حققها العرب أول مرة في 69 بجيل علي بوجريش الإسماعيلي، حققها المغاربيين المرة الأولى عن طريق الجزائر لمولودية العاصمة، فازت بها المغرب للمرة الأولى بالعسكر نادي الجيش، وفاز بها النادي الإفريقي كأول تونسي. اليوم تتواصل الصورة، 9 للنادي الأهلي الريكورد، 5 لنادي الزمالك، 4 للترجي و3 لنادي الرجاء كأكثر الأندية العربية تتويج بمسابقة الأبطال. هذا هو نجم الفينال، المان اوف ذا ماتش رقم 1، أبو 2.5 مليون دولار رقم 2، أبو المشاركة السادسة في مونديال الكورة نمبر 3، أند في رابع الأمور ورابع الخواتيم النجم التاسع على القميص. كل هذا بكورة وفي كورة ومن أغلى كورة يا أفشة الصياد. الأهلي بطل ومؤمن زكريا في البال. اليوم الأهلي كسب بطولة إفريقيا بروح مؤمن زكريا مثلما كسب وحقق الشامبيونز في 2012 بروح الشهداء و72 أو 74 شهيد. هكذا هي الكورة تدار وهكذا هي الكورة تدور. باجي لعب أياما ليخطف لقب، بيتسو جاء في شهرين ليحقق الغالية، والنادي الأهلي كما يقول الأنصار ما يغلى عليه شيء. هذا هو رجل النهائي، هذه هي روح النهائي. مروان محسن يحتفي ببطل ورجل الفاينل، البارحة تريك على أورلاندو، واليوم أفشة. أجيال تسلم أجيال، رجال تسجل لرجال، وهكذا نادي واحد هو مستفيد اسمه النادي الأهلي. ليس من فراغ أنه نادي القرن. 20 بطولة إفريقية يا سادة، 9 شامبيونز ليج، 4 كأس كؤوس، 6 كأس السوبر، وبطولة في الكونفدرالية، وبطولة بالأفرو آسيوية، و4 تتويجات عربية، 25 بطولة خارجية لنادي القرن. الآن الهدف القادم للأهلي كأس مصر، ويمكن يتكرر اللقاء والديربي أهلي زمالك في كأس مصر. السوبر الإفريقي الشهر القادم ضد نادي نهضة بركان المغربي. كأس العالم في فبراير هنا في الدوحة الفيحاء عاصمة قطر. وبالتالي الماكينة رجعت الدور، الماكينة رجعت ترحي. النادي الأهلي لنجمة التاسع على قميصك يا شناوي. مبروك للأهلي، هارد لك للزمالك. الزمالك ضيع انتصاره في الشوط الأول. المباراة كانت شوط بشوط. لا نتكلم في التكتيك الآن منصات تتويج، ولكن ما زلت مصر
أنه خروج شيكابالا وعدم تعويضه بنجم ممكن كان الخطأ التي غيرت شكل المباراة. تحياتنا لمؤمن زكريا، تحياتنا لمؤمن زكريا، يا ما أسعد الأهلاوية. هكذا هي الحياة، فيها أفراح وفيها آلام، لكن مؤمن بإذن الله، مؤمن أيضا وبإذن الله سيخرج من هذه الأزمة الصحية وسيعود. الأهلي يهداك اللقب لتاريخك ولأهدافك ولأمجادك، لذلك قلت هي بطولة بروح مؤمن زكريا الذي هو يرفع الكاس. أي روح يا النادي الأهلي، أي روح يا النادي الأهلي. أنت أطول عمر يا مؤمن زكريا. هذه ذكرتنا ب 97 كاس الكاف والترجي والهادي برخيصة بالها. أطول عمر إن شاء الله يا مؤمن زكريا. هكذا هي كورة وتاريخ، هكذا هو ديربي بصور، هكذا هي ذكريات. مكتوب نصيب، مكتوب قضاء وقدر ونصيب، كتب لأن يرفع الأهلي التاسع اليوم أمام جار نادي الزمالك. شكرا للكبيرين على روعة وجودة وكواليتي الديربي، شكرا على أهداف المقدمة، شكرا على الصورة الرائعة، شكرا على نجاح الفينال هنا في استاد القاهرة الدولي. هي فرحة تتلوها أفراح، هي كورة تتواصل مع بين. اليوم شامبيونز وغدا سوبر وبعدها مونديال وبعدها يورو وكوبا أمريكا أولمبيك جيمز. علي معلول يفرح ويفرح عشرات ومئات الآلاف من عشاق الصفاقسي باعتباره ابنهم المدلل. هكذا سورة النصر يقولون عشاق الأهلي وعشاق الزمالك أيضا. هي أغنية مصرية، هي صباح النصر، يا صباح الخير، يا صباح النصر. النادي الأهلي بطل مصر. لا اليوم يا مروان أنت بطل إفريقيا، بطل إفريقيا، بطل القارة السمراء. البارحة الآسيوية واليوم الإفريقية. شحات يريد الأفراح. سيد عبد الحفيظ يحقق حلم ضاع من سنوات. الأهلي بعد 7 سنين يرجع للقب للشامبيون إلى المصاف. عودة الروح للزمالك الذي سيريد اللقب، عودة المغاربة بالرجاء والوداد، عودة الترجي والصفاقسي لسالف الإشعاع القاري، وعودة تدريجية للكرة الجزائرية، وهلالنا ومريخ خاب من كرة السودان. هكذا صورة ترسم، وهكذا فرحة ترسم، وهكذا كرة تلعب، وهكذا ألقاب تسجل، وهكذا تاريخ يحكى. ويا كاتب التاريخ اغلق الصفحات. مهند لك الخط، فلتحلل وتناقش وتقيم ولتهنئ الكرة المصرية بلقبها ال15. الشكر، كل الشكر للزميل عصام الشوالي. مبروك للأهلي مرة أخرى، هارد لك للزمالك مرة أخرى، ورسالة إنسانية من إنسان إلى إنسان. لك كل الاحترام وتمنياتنا لك بكل العافية والشفاء إن شاء الله للكابتن مؤمن زكريا.